دلوقتي هننتقل علشان نصور ونسلم قطعة الباشمهندس أسامة عبد الحي. قطاع بشاير 4، قطعة رقم 9 و10 و11 و12، شريحة محترمة جدا على الطريق الرئيسي للقطاع، 20 فدان. تعالى يا باشمهندس إبراهيم، تعالى معايا. احنا واقفين من قلب قطعة المهندس أسامة عبد الحي، 9 و10 و11 و12، بشاير 4، 20 فدان، بسم الله ما شاء الله. ده منظر عام للقطعة يا باشمهندس أسامة. مزروعه بقالها حوالي 15 20 يوم تقريبا، في بدايه شهر 4. ده منظر عام للقطعه، بسم الله ما شاء الله. حاجه محترمه جدا، ربنا يقدرنا ان احنا زي ما عمرنا لك الصحراء بتاعتك ننمي لك بقى المحصول، او ننمي لك النخل اللي عليها. عاملين لك بنيه تحتيه ان شاء الله، تيجي وانت مهندس وفاهم يعني ايه بنيه تحتيه تبقى مبسوط جدا من كواليتي الشبكات، من كواليتي محطه الطاقه الشمسيه والبير بتاعنا، من شكل الزراعه وشكل التتليت. وانت شايف كده، هات لي بالكاميرا كده منظر عام للقطعه. طبعا احنا زرعنا 10 فدان، وباقي 10 فدان لحد الطريق الرئيسي لسه ما اتزرعوش، هيتزرعوا خلال ال 15 يوم اللي جايين ان شاء الله. ده منظر عام للقطعه. تعالى كده نروح لحد منتصف القطعه عند المحابس. احنا في وقت الغروب، فالجو بدأ ايه يغيم علينا. بسم الله ما شاء الله، شكل الري ماشي بانتظام. التجوير بسبب العواصف اللي كانت اليومين 3 اللي فاتوا فشلت التجوير، مستنيين الفتره اللي جايه العواصف تهدى والدنيا تهدى، ونبدا نعمل تجوير من جديد، ونبدا ندفن الخراطيم دي كلها بحيث ان احنا ناخد منها عمر افتراضي اكتر ان شاء الله. بدانا بقى برنامج الري على ميه بيضاء، بقى لنا 15 يوم بنروي الارض. خلال هنبدا ندي تقريبا شهر كامل ري ميه بيضاء، وبعد كده هنبدا نحط بقى برامج التسميد والخدمه الشتويه يعني الخدمه الكومبوست بتاعنا يبدا بعد 3 شهور. لكن عندنا عناصر تانية بنحطها وبنغذي بيها الارض علشان خاطر نساعد في تنشيط الجذور ونساعد في النموات الجذريه والخضريه ان شاء الله. تعالى نمشي كده لحد نروح عند المحبس اللي هو بيتوسط قطعه من القطع. الارض دي مزروعه من فسائل مجدول مميزه جدا جدا، جايبينها من ناس او من مزارع مجدول نظيفه جدا، من اهم المزارع في مصر، علشان نضمن كده كده الصنف مضمون، لكن عشان نضمن جوده النخله نفسها، وعلشان نتاكد من جوده الام. تعالى كده ده محبس بيتوسط قطعتين. قرب علي قرب علي. دي الخامات اللي احنا بنشتغل بيها. دي شركه اسمها ميجا جرين، بنطلع بيها محبس بلاستيك من جوه عشان ما يتفاعلش مع الاحماض وما يتفاعلش مع العناصر اللي احنا بنديها في الخدمه بتاعتنا. دي فلانشات مجلفنه، مواسير درجه اولى، بيور 100% من كيان كبير في السوق معتمد، علشان البنيه التحتيه لمشروعك الزراعي هي مشروعك الزراعي. ده منظر عام للقطعه. طبعا احنا ما شاء الله بشاير 4 من القطاعات المميزه اللي لقت نصيب في زراعتها قبل بشاير 3 حتى، عشان بس الناس بتوع بشاير 3 زعلانين شويه، قلنا لهم ادونا 20 يوم كمان ان شاء الله نهايه 5 هنبقى زرعنا كل بشاير 3، وكل الناس اللي احنا متاخرين عليهم لاسابيع او اكتر من شهر تقريبا. احنا صراحه جدا، احنا شغالين في الصحراء، ومعطيات الصحراء هي اللي بتفرض علينا بعض الحاجات اللي هي ما كانتش في حسباننا، او هي يعني ده طبيعي. العمل في الصحراء بيبقى فيه معطيات مختلفه غير الورق بنسب متفاوته، يعني ممكن 20% مثلا حاجات تبقى مرتبها، والصحراء تقول لك لا انا خليك معايا في الترتيب ده. احنا بنشكرك على ثقتك فينا، وان شاء الله نبقى مشروع قوي في حياتك، ان انت تعاقدت مع بشاير سيوه، وان شاء الله اللي انت بتحلم بيه تلاقيه معانا في بشاير سيوه. ننتقل على قطعه ثانيه نصورها قبل ما الشمس تروح.